لازم ان انا اقسم الشقه كلها على مفاتيح وعلى خطوط. ما ينفعش اجيب التكييف مع السخان والاتنين في خط واحد. لازم كل تكييف له خط لوحده عشان لو حصل اي حاجه مبدئيا المفتاح بتاعه يفصل. الاسلاك الكهربائيه لو حصل فيه سخونه او حصل فيه ريحه دخان، اذا السلك مش مستحمل الكهرباء اللي جايه من الاساس الى التكييف. السخونيه بتحصل في الاسلاك، فالاسلاك ديت حواليها الجراب بتاعها اللي هو البلاستيك بيبدا يسخن. طب هو انا كده في ناس يجي يقول لك ايه، احنا نركب سلك جامد جدا عشان خاطر اللمبات، مش محتاج. هياخد كهرباء كتير وهيدي حاجه صغيره. او يجيب سلك صغير وهيدي تكييف او هيدي غساله او مايكرويف او كده. اذا لازم كل حاجه تبقى ليها الحاجه المناسبه بتاعتها. ما يسترخصش ويجيب واحد كهربائي هو مش عارف، هو بيحط احسن حاجه واقوى حاجه لكن كلها مش مناسبه. هيحصل ايه من ده؟ الاسلاك دي هتبدا تسخن وتبرد. لما تطفي التكييف تسخن وتبرد. هيحصل ايه في الاسلاك؟ السلك ده اللي هو عليه الغلاف البلاستيك هيبدا لما يسخن ويبرد بيشقق. فيبدا الاثنين يلمسوا في بعض. يبدا يطلع دخان. الدخان ده بيتسرب منين؟ من الفيش لانه ماشي في الماسوره. يبدا يطلع بالليل، ممكن يحصل حاله اختناق او يحصل يولع. يبدا الماسوره اللي جوه تولع، تبدا بقى النار تمشي واحده 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 لغايه اما تيجي في سهوه كده تبص تلاقي في حريقه عندك. جت منين؟ جت من الكهرباء. طيب